الفلاح لما بيتمدن بيجيب لأهله مصيبة. أهلا بيكم أعزائي المشاهدين في حلقة من برنامجكم الكورة مع ميكا. أصحابي وحبايبي اللي بيتفرجوا على حلقتي اللي بتتفرج على الحلقة للآخر تقع أحد أصدقائك الاشتراك في القناة وتشير الفيديو على أي من منصات التواصل الاجتماعي. ثلاث أخبار النهاردة: مشكلة مصطفى شلبي، ونظرة عامة على لقاء الزمالك وبيراميدز، ومشكلة نادي الإسماعيلي والمقاولين العرب. البداية مع مصطفى شلبي اللي نزل لنا النهارده بصورة على مواقع التواصل الاجتماعي وهو بيشيل شعره بالليزر. عامل دراعه كده وحد بيشيل له شعره بالليزر يعني. والكلام انه كان هو موجود هو وعبد الله جمعة. طبعا عبد الله جمعة موجود في كل مصيبة تحصل في نادي الزمالك. انا مثلا اللعيبة دي ايه ده يعني؟ ايه المغزى من انك تنزل صورة زي دي على مواقع التواصل الاجتماعي؟ الناس هتستفيد ايه؟ استفزاز كبير لجماهير نادي الزمالك بالصوره دي. لاعيبه عندها لا مبالاه، عندهم ماتش بكره مهم جدا مع بيراميدز في نص نهائي كاس مصر، وعندهم بعد كده مباراه النادي الاهلي. حاجه لا مبالاه. وزي ما قلنا فعلا الفلاح لما بيتمدن بيجيب لاهله بلوى سودة وبلوى كبيره ملهاش حل يعني غير ان الناس دي فلوس كتير راحت بال مفيش بعد كده فضا يعني. تحس الناس دي لا دخلت مدارس ولا شافت تعليم ولا قعدت مع ناس محترمين قبل كده. حاجه غريبه جدا جدا من لاعيبه نادي الزمالك. والحاجه الثانيه اللي عندي النهارده، النادي الاسماعيلي بيسدد رسوم الشكوى الرسميه اللي قدمها اتحاد الكوره عشان يعيد مباراه المقاولون العرب، واللي المقاولين روق فيها على الاسماعيلي 3-1 في قلب الاسماعيليه، والاسماعيلي بيسدد ثمن الشكوى الرسمية 10,000 جنيه عدا وندا عشان طالب إعادة المباراة، عشان كان فيها أخطاء تحكيمية كبيرة جدا جسيمة زي ما قالوا الإسماعيلوية أو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي. وكان في ضربتين جزاء للإسماعيلي ما اتحسبوش، ودي سابقة جديدة هتبقى الأولى من نوعها لو حصلت. طبعا مش هيحصل، واتحاد الكورة يا عيني عندنا ما بيستلقى في إن الماتش يعدي من البطولة عشان البطولة تخلص. حابب أقول للكابتن ميدو سيبك من الاعلام اليومين دول، ركز مع الاسماعيلي. الاسماعيلي عنده 7 نقاط من 13 مباراه وفي المركز الاخير بلا منافس، يعني ما شاء الله بجداره كده في المركز الاخير. ركز مع الاسماعيلي الشهرين دول، فوقهم الكبوه اللي هو فيه، وبعد كده يا عم يبقى سيبهم وروح الاعلان او اشتغل معاهم وفي الاعلان في نفس الوقت. ركز مع الاسماعيلي لان الاسماعيلي شكله كده هابط. الحاجه الثالثه اللي عندي النهارده عن مباراه بيراميدز والزمالك، والسؤال اللي بيطرح نفسه: ليه بيراميدز ما طلبش حكام اجانب لمباراته مع نادي الزمالك؟ معروف ان بيراميدز هيلاعب الزمالك في الدور نص النهائي، واللي هيكسب منهم هيلاعب الفائز في مباراه الاهلي وسموحه. بيراميدز في العاده في كل ماتشات الاهلي بيطلب حكام اجانب للمباراه دي، وبيبقى عامل هليله وقصه كبيره قبلها، والدليل انه جاب حكم اجنبي للمباراه اللي فاتت وخسر 3-0. اما بالنسبه لماتش الزمالك بكره فانا مستعجب ان بيراميدز ما طلبش حكام اجانب، مع ان دي مباراه الفرصه الواحده. يعني بمعنى ايه؟ ان لازم تكسب الدوري، انت عندك فرصه تكسب الماتشات اللي بعد كده لان ده دوري وتجميع نقاط ومشوار طويل. اما الكاس لقطه ما بتنعادش تاني، مباراتين، اللي هيكسب مباراتين من الاربع فرق هياخد البطوله. يعني بيراميدز هيلاعب نادي الزمالك، ليه ما طلبش حكام اجانب؟ مع ان بيراميدز رصيده في البطولات صفر، فلو طلب حكام اجانب ويعني وربنا نصره وكسب يعني يبقى فاضل له المباراه النهائيه، لا اما مع الاهلي لا اما مع سموحه، وممكن يكسبها وياخد بطوله ويبقى حتى في رصيده بطوله بقى، بدل ما هو بقاله 3-4 سنين مطلع ميتنا كلام وكلام وكلام وعمال يجيب لعيبه من اليمين ومن الشمال، وفي النهايه الناتج صفر. غالبا الزمالك هيكسب لان احنا عارفين الزمالك بينزل في كل مباريات بيراميدز بيخلص المباراه في اول 10 دقايق بيجيب جول والتاني. نقطة صغيرة كده عن مهاجم الأهلي الجديد والهري الكتير والناس اللي عمالة تقول لك موليكا، وناس تقول لك على مهاجم تاني وقصص وحوارات كتير. كلمة ورد غطاها، محدش يعرف أي حاجة عن مهاجم النادي الأهلي الجديد. أي واحد يطلع يقول لك أي اسم في الإعلام ما تصدقوش لأن ده مش هيحصل. مفيش حد يعرف مين المهاجم الأجنبي اللي الأهلي بيخلص فيه غير أمير توفيق مدير التعاقدات والكابتن محمود الخطيب فقط لا غير. وهتلاقي فجأة النادي الأهلي بيعلن عن وصول المهاجم بتاعه، يعني ممكن يجي بكرة بعده ممكن يجي النهارده ما تعرفش، لكن مهاجم النادي الأهلي الجديد خلصه وجاي فعلا قريبا جدا جدا جدا. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم، واشوفكم حلقة قريبة إن شاء الله. كورة مع ميجا.